متحف جاير أندرسون بمنزل أمنة بنت سالم، متاحف مصر المنسية، وكمان حكاية البير المسحور. يلا بينا يا رجالة. مين هو جاير أندرسون؟ وإيه اللي خلاه يجي منزل أمنة بنت سالم؟ وإيه حكايته بالظبط؟ ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو وإحنا بنتفرج على التحف المنسية بجمهورية مصر العربية. ودخلنا من البوابة وديت الشرفة، الجنينة والمبنى الصغير اللي هناك ده في بقى الحمام وفي الحاجات ديت بعيدة عن المبنى الأصلي. وادي التحفة الأثرية، دول بيتين كان واخدهم أندرسون اللي هو جاير، وهعرفك قصته ومين هو اللي جه سكن في بيت أمنة بنت سالم، وإيه حكاية البير المسحور اللي موجود في البيتين بالظبط. جاير أندرسون مش جابر، اسمه جاير. هو طبيب بريطاني جه لمصر سنة 1906 كطبيب في الجيش البريطاني، وترقى المنصب مأجور. ولما طلع على المعاش وتقاعد فضل انه يكمل حياته هنا بمصر، وعاش في المنزلين 7 سنين بالظبط، من سنة 35 لسنة 1942. وعمل عقد مع الحكومة للبيتين ان هو يأجرهم ويجيب فيهم تحف، ولما يمشي من مصر التحف والكل اللي فيها يرجع للحكومة المصرية. ده مختصر الكلام اللي انت شايفه عشان ما تتعبش نفسك في القراية وما طولش عليك. ويلا بينا بقى نخش على البيت والتحف اللي انت ما شفتهاش، لان المتحف ده منسي اصلا في مصر. ده تقريبا كان عيل صغير ومات من ايام الفراعنه. قد ايه؟ بتاع متر او متر ونص او 2 متر.
البير المسحور، الأسطورة بتقول لو بصيت فيه هتشوف صورة حبيبتك أو هتشوفي صورة حبيبك. أنا هبص فيه دلوقتي. اطلب لي حاجة بقى. واحد بيرة المرحومة. ومن هنا خلصت حلقتنا الجميلة، وما تنساش تفعل الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان الفيديو الجاي سوق التحف اللي محدش يعرفه إلا قليل قوي. سلام عليكم.